أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. الله يقول ذلك لعباده: ظن يا عبدي بي ما شئت. لماذا لا نظن بالله الخير والسعادة والرزق والتوفيق والعطاء؟ سأظن بربي خيرا وتفائل، فإن كان الله معي فماذا فقدت، وإن فقدت الله فماذا وجدت؟ ضياع وبؤس. لنا في الله ظن لا يخيب، من ظن بالله نجاه، ومن ظن بالله كفاه، ومن ظن بالله أعطاه. إنه ربي لطيف رحيم ودود. يجب أن نتأمل هذه الأسماء. أمضي بالحياة وظني بربي لا يخيفني شيء، فربي الله أن يكون الله معي وأكون مع الله، كفاني الله بكل شيء. بالغ في حسن الظن بالله، فإن جزاء حسن الظن بالله أن تنال ما ظننت. أحسنوا الظن بأقداركم فهي تأتي محملة بظنونكم. الإنسان يثق بالإنسان. نسلم أرواحنا عند ركوب الطائرة ولا نعرف الطيار. نسلم أرواحنا للطبيب يجري لنا جراحة خطيرة بدون أن نفكر أصلا. إذ كان هذا ظنكم بالعالمين، تأتي هذه الآية وتقول: فما ظنكم برب العالمين؟ إذ كان هذا ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ الله القادر على كل شيء، رب السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. عندما أدرك جيش فرعون موسى عليه السلام ومن اتبعه من الوراء والبحر من أمامهم، قال من معه: إنا لمدركون، يعني خلاص لا يوجد مفر. قال موسى عليه السلام: كلا إن